خلينا متفقين ان احسن برنامج للمونتاج على الموبايل هو لايت موشن، وزي ما شفت في العنوان والصورة المصغرة هشرح معاكم 5 تريكات في لايت موشن هتوفر معاك مجهود ووقت كتير قوي. ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تنزل تعمل لايك وفولو علشان نوصل 1000 مشترك، ويلا بينا ندخل على الشرح. اول تريكة معانا وهي التريكة دي. اكيد انت ما بتيجي تعملها بتيجي تدوس على الزائد وتضغط هنا وتقعد تعملها يدوي كده، وده طبعا بياخد منك وقت كتير وما بتكونش مظبوطة. فالحل في ان انت تيجي تدوس على الزائد وتختار مربع وتيجي تعمل الشكل اللي انت عايزه والارض اللي انت عايزه. بعدها تيجي تدوس على الحدود والظل، تفعل الحدود تخليها برضو 11 12 براحتك واللون اللي انت عايزه. واهم حاجة نختار دي وندوس على اللون والتعبئة، وبعدها نضغط هنا. بعدها نيجي ندوس على التأثيرات، ضيف التأثير، ونيجي ندوس على الرسم والحواف، تقدم الرسم، ارسم بالتدريج. وبس كده تلاقيها اتعملت معاك واحلى من اللي انت كنت هتعملها. وبرضه ينطبق برضه على الدايرة نفس الخطوات، وعلى الدايرة برضه نفس الخطوات. ولو عايز تغير لون الدايرة برضه عادي بتغيره من الحدود والظل. ولو عايز تضيف عليها تأثيرات براحتك. وتاني تركة معانا هو الخط ده. ازاي نعمله؟ هنيجي ندخل على الرسم وبعدها هنحرك من تحت من هنا ونيجي نحطها في اي مكان احنا عايزينه يبدأ منه وندوس على الزائد. بعدها نعمل الشكل برضو ده كده مثلا كده، ونيجي نطلع وندوس على الحدود والظل ونفعل الحدود، نخليها برضو 10 11 زي ما انت عايز واللون اللي انت عايزه. بعدها تيجي بعدها تيجي على اللون والتعبئة وتضغط على دي، وتيجي تخش هنا تاني وتيجي بقى تحرك لغاية ما تجيب عند النقطة دي وتدوس هنا، وبرضه تحرك لغاية ما تجيب عند النقطة التانية وتدوس هنا، وتحرك برضه لو عايز تيجي تعمل النقطة التالتة تدوس هنا. وكده تكون اشتغلت معاك. وبعدها تضيف نفس التأثير اللي احنا ضفناه في التركة الأولى، تقدم بالرسم، وكده تكون اشتغلت معاك. وتقدر بقى انت تغير مكانها أو تعمل شكل تاني وبراحتك. والتركة التالتة معانا وهي التركة دي. ازاي نخلي الكاميرا ما تظهرش غير في المستطيل اللي في النص. أول حاجة هنضيف مستطيل عادي ونخليه بنفس اللون أو أي لون تاني احنا عايزينه. بعدها نيجي نضيف الكاميرا ونظبطها على قد المكان بالظبط، ونحط كي فريم ونشد الكي فريم ده شوية هنا. بعدين ننزل الكاميرا تحت ونيجي نحط أي جراف برضه احنا عايزينه. بعدها هنيجي عند خانة الكاميرا وندوس على ال3 نقط اللي فوق ونعمل إنشاء قناع. وبس كده. إنشاء قناع دي التركة الرابعة وظيفتها ايه؟ ازاي لو جينا نغير لون وبصينا هنا الحاجة من هنلاقي في كده سهم صغير. لكده السهم الصغير ولأي ده لون تاني احنا نازل عايزينه على زي الطبقة كده. اللي تحته اللي هي أول المستطيل، حاجة اللي هنعملها كده معناها إن هنيجي الكاميرا مش ونضيف هتظهر غير في الحاجة اللي احنا عايزين المستطيل نغير بس. لونها. والتركة التركة الرابعة الرابعة ازاي ازاي نغير لون نضيف الحاجة من مربع كده لكده ونخليه فوقها ولأي لون تاني احنا باللون اللي احنا عايزينه زي عايزينه. كده. مثلا هنجيب لون أول أصفر حاجة هنعملها وهنخلي دي هنيجي فوق دي ونضيف كده، الحاجة اللي احنا عايزين نغير وبعدين لونها هنجمعهم وبعدها هنيجي بس ونضيف هنختار التانية اللي مربع في النص ونخليه بس فوقها. كده باللون اللي احنا وبرضه لو عايزينه. احنا مثلا هنجيب عايزين لون نقسمها اصفر النص وهنخلي دي بنيجي فوق دي كده، ونحط مربع برضه وبعدين هنجمعهم نعملها بس كده. هنختار التانية اللي في النص كبر مربع على بس قد كده. الحتة اللي احنا عايزين نقسمها. وبرضه لو احنا عايزين نقسمها وبعدين النص نعملهم بنيجي بس نخلي بقى ونحط مربع المربع برضه فوق نعملها الطبقة كده. مش تحته. بعدين كبر نختار اللي في مربع على قد النص الحتة اللي احنا عايزين نقسمها. هيكون بالشكل ده. وبعدين نعملهم التركة الخامسة معانا والأخيرة بس وهي نخلي بقى التركة دي. المربع فوق الطبقة مش تحته. بعدين أول نختار اللي في حاجة هنضيف النص الخلفية عادي. بعدها هيكون هنيجي بالشكل نضيف ده. نص ونكتب الكلمة اللي احنا التركة عايزين الخامسة نكتبها معانا فيه والأخيرة وهي التركة دي. ونظبط الخط ونخلي اللون أبيض. أول حاجة هنضيف الخلفية عادي ونكبر بعدها الفيلم هنيجي كده نضيف شوية. نص ونكتب الكلمة اللي احنا عايزين نكتبها فيه. بعدها هنيجي ندوس على التأثيرات، إضافة تأثير، ونظبط الخط ونخلي ونبحث عن اللون تأثير أبيض مسح. ونكبر الفيلم كده شوية. بعدها الإعدادات هنيجي القياسية ندوس على التأثيرات، إضافة ونيجي عند تأثير، إنهاء ونبحث عن وندوس تأثير كي مسح. فريم. نيجي عند دقيقة كده مثلا وندوس كي فريم ونرجع للأول وندوس كي فريم الإعدادات تاني القياسية ونخليه ونيجي عند إنهاء صفر وندوس كي أو فريم. نيجي سالب عند أو دقيقة سالب كده مثلا 20 وندوس كي بس فريم هنخليها صفر ونرجع عادي. للأول وندوس كي فريم تاني وهنيجي نحط ونخليه الجراف ده صفر، تبقى معانا أو بالشكل ده. أو سالب 20 بعدها بس هنخليها هنيجي صفر ندوس على عادي. ايجيبت
ندوس على الخلط وتعتيم، ننزل وهنيجي تحت عند نحط قناع ونختار الجراف دي. ده، تبقى معانا بعدها بالشكل ده. هنيجي بعد الكي فريم بعدها بتاع هنيجي مسح ندوس على بعده ايجيبت، بشوية، ندوس على الخلط وندوس وتعتيم، كي فريم ننزل من تحت هنا. عند قناع ونختار دي. بعدها هنيجي عند الكي فريم التاني بعده بشوية بتاع مسح وندوس تحريك وتحويل، ونضيف كي فريم، ونيجي بعده بشوية ونضيف كي فريم تاني، وندوس على زد ونكبر من هنا كده بس لغاية هنا، ونيجي ونضيف الجراف ده ونمسح ده خالص وبس كده. ودي كانت حلقة النهاردة، يا ريت لو استفدتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا زر اللايك. سلام.